في ناس بتقضي سنين طويلة علشان توصل لمستوى الاحتراف في شغلها، لأنه يعتبر بيعمل عرض مسرحي يستحق المشاهدة. حركاتهم الدقيقة وسرعتهم تخليك مش مصدق انهم بشر. لو حابب تشوف المهارات اللي بجد، اتفرج على حلقة النهاردة بالكامل علشان هتاخدك لدنيا تانية. هاخد من وقتك ثانية واحدة نصلي فيها على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أنا حمادة حمدي من قناتي على اليوتيوب. أتمنى دعمك للفيديو بلايك واشتراك في القناة. الراجل ده بيصب العصير أكنه بيرسم، والثقة اللي عنده في شغله تخليه الوحيد اللي يعرف يعمل كده. طبيعي لو شفت كاوتش زي ده هقول إن عمره انتهى، لكن الراجل ده بيرجعه جديد حرفيا، والحقيقة مش عارف إذا كان ده محترف فعلا ولا بينصب علينا. أنا لو قعدت أقلده ساعة غالبا هطلع قرص طعمية بالعجينة. اللي بيعجبني في الناس دي إنهم بيقدسوا الشغل جدا وبيطوروا فيه على قد ما يقدروا علشان يريحوا نفسهم. الخامة بتتاكل بسرعة غريبة لدرجة إنك هتحس إن هي اللي ماشية على الماكينة مش العكس. أول ما تشوف الدوران ده هتفتكر إن في خدعة بصرية بتحصل قدامك، بس الراجل ده بيتبع قوانين الفيزياء. بس بطريقة تخلي عقلك مش مستوعب إيه اللي بيحصل. ده حرفيا بقى اللي بيشتغل وهو مغمض. أنا لو مكانها هقعد ألفها عشرات المرات، وهي لفت الماسورة كلها قبل ما أفكر أصلا. المركب دي شكلها كانت داخلة على المعاش، والرجالة قرروا يرجعوها للشباب من أول وجديد. أول ما شفته فكرته بيعك في الحيطة، لكن النتيجة للأمانة عجبتني. الوقت الطبيعي علشان تغير كاوتش واحد لعربيتك مش أقل من ربع ساعة، لكن التيم ده بيحتاج 4 ثواني بس علشان يغير ال4 فرق. السرعة هنا مش أكتر حاجة تلفت النظر، اللي يخليك تقف بجد هي الدقة. المسافات بين كل دايرة والتانية طالعة كأنها متقاسة بالمسطرة. أما ده بقى لما تكون بنا وجماوي في نفس الوقت. الحاجات دي بنشوفها كل يوم وما بنديش ليها أي اهتمام. طلع وراها شغل وترتيب أكتر ما كنت متخيل. أظن على السرعة دي الكمية دي كلها أخدت منها 5 دقايق. أنا كنت داخل أتفرج على اللقطة، فجأة لقيت نفسي بدور على أقرب مطعم. أنا ما شفتش في حياتي حد بيطبق هدوم بالسرعة دي. أنا محتاج حد زي الراجل ده يطبق لي هدوم اللي في الدولاب. الآلات بقت توفر 90% من الوقت من شغل البشر. حتى لو الدنيا ضيقة مش هتفرق، السواقين في حتة تانية خالص. أنا رحت أبص على صوابعي وأبوسها بعد الفيديو ده.
لو عندك خلفية عن تصميم العربيات هتعرف إنها بتحتاج عامل محترف، وأظن مفيش احتراف أكتر من كده. الغريب إن اللقطة ما فيهاش أي حاجة مثيرة، ومع ذلك مش قادر أبطل أتفرج. وده واحد بيدهن السطح ملناش دعوة بيه. الراجل ده واضح إنه بيستمتع بالشغل أكتر مننا وإحنا بنتفرج عليه. لو شفت سرعته وهو بيلزق التيكت على الكراتين هتقول إن في جيش بره بيشتري. اللي يلفت النظر مش السرعة، الراجل ده رجله بتقوم بنص الشغل. علشان نعمل كمية العيش دي انت محتاج التيم ده، تحس ان العيش بيتعمل لوحده ما بيلحقش يدخل الفرن. السرعة اللي بيزرعوا بيها البصل تحسسك ان هما مستنيينه يفطروا بيه تاني يوم. مفيش حد يكسب فيها ثواب ويعمل لي كوباية زي دي. الأداة دي هتخلي الزاوية مظبوطة أكتر من حياتك. لما الخبرة تجتمع مع الأداة الصح بتحول أي شغلانة اللعبة. ونفس الكلام بينطبق على العامل ده. أنا مش فاهم هما بيعملوا إيه، اللي يعرف يقولي في التعليقات. المعنى الحرفي لإزاي تحول الشغل الروتيني لحاجة سهلة وخفيفة. السواق ده تحسه حلواني بيحط شوكولاتة على تورتة. مهما كنت شاطر هيفضل برضو العمل الجماعي أفضل وسيلة لإنجاز الشغل. الخشب مسك في الأرض بقاله سنين، ومع ذلك الأداة دي بتطلعه أكنه راكب امبارح. رغم إن ممكن يجيلي ضيق تنفس لو قطت بالمنظر ده، بس الرسام هنا عنده تحكم في الفرشة رهيب. أنا مش مركز مع العمال اللي شغالين أصلا، ومركز مع حجم السفينة. لو كنت واقف هناك غالبا كنت هطلب سندوتش قبل ما اللقطة تخلص. رغم ان الآلة هنا هي اللي بتقوم بكل حاجة، لكن لا غنى عن العامل برضو. رغم سرعة العامل ده إلا ان الموضوع محتاج دقة عالية جدا، لان لو واحد بس ما ظبطش البوردة كلها مش هتشتغل. شكلهم متفقين ان السلم ده لازم يلمع قبل ما المية تنزل. الراجل ده عنده قدرة على التركيز رهيبة. أنا جالي حول وأنا بتفرج. شيف زي ده يغنيك عن 3-4 طباخين بالميت. أنا مش عارف إيه المهارة في دي بصراحة، دي الدنيا دخلت في بعضها. السكينة دي حلم كل نقاش في مصر، وإن شاء الله تتباع هنا قريب. العمال اللي معانا في فيديو النهاردة مصرين يجوعوني مش عارف ليه. أنا نقطة ضعف الجلاش.
الله، امال النقاش اللي عندي مش شغال ليه؟ المكنة شغالة بسرعة، بس من الواضح ان الراجل ده اسرع منها. راحة نفسية لما تشوف حاجة بتتغسل قدامك، العربية بتتحول جديدة حرفيا. بص على الانسجام اللي بين العمال دول، كل واحد ظابط الثانية اللي هيضرب فيها. الراجل ده لقى أسرع طريقة لتنظيف السمك، بس يا ريت بعيد عن البيت، الشقة ملهاش ذنب. أهم حاجة في الشغل إنك تشتغل بدماغك، بس مش بالمعنى الحرفي زي الراجل ده كده. ده بقى بيحصل لما تبقى انت وصاحبك شغالين مع بعض. لو شفت اللوح ده قبل وبعد، غالبا مش هتصدق انه نفس القطعة اصلا. وده واحد كمان بيلعب بالبلاستر ملناش دعوة بيه. من الحاجات اللي بتبهرني في الشغل ده انك بتبدأ بشوية عيدان ملهمش اي معنى، ومع كل حركة الشكل الهندسي بيبدأ يبان قدامك تدريجيا. كمية الجمال اللي في الفيديو خلت قلبي يسيح وانا بتفرج. من كتر الخبرة هتحس ان السكانة مش بتقطع جلد، دي بترسم اجزاء المنتج النهائي قبل ما يتجمع. في ناس بتدمع من اول بصلة، انما الراجل ده داخل على 6 بصلات دفعة واحدة. يا عم كفاية ده انا دمعت مكانك. ده مثال واضح بيثبت ان القوة والمهارة لما بيتجمعوا يقدروا يعملوا حاجات مستحيلة. الراجل ده بيشتغل اسرع من الروبوت. بس اظن ان ده اسرع منه. اعتقد الطبقة دي في ناس بترشها قبل عملية العزل، وبتبقى مهمة جدا في موضوع العزل عموما. واضح ان الراجل ده يقدر يعرف العجينة محتاجة ايه بمجرد ما يلمسها. بصراحة اكتر حاجة مبهرة هنا مش السرعة، الفكرة انهم قدروا يطلعوا الخط مستقيم بالشكل ده من اوله لاخره. انا حاسس ان الراجل ده مش شغال، ده بيعزف سيمفونية بالشاكوش. الحقيقة انا مش عارف الراجل ده بيعمل ايه، لكن عجبني طريقة شغله جدا. من كتر السرعة والخفة هتفتكروا بيعمل عرض مسرحي صغير مش بينظف. واضح ان ايديهم متعودة على التفاصيل المعقدة لدرجة ان اصعب الاشكال بتبان سهلة. طبعا لما الكهرباء بتقطع كلنا ما بنبقاش طايقين نفسنا، بس لما تشوف الكهربائي متشعلق بالشكل ده عشان يصلحها هتحمد ربنا على النعم اللي انت فيها. السواق ده نقدر نقول عليه انه 1 في المليون. الفكرة هنا ذكية جدا، كل شوية بص على القطعة واقول مستحيل تبقى وردة، وفي الاخر بيعملها وردة فعلا. منظر اللون وهو بيغطي الارض بالشكل ده مريح للاعصاب بشكل غريب. تخيل ان الصف ده كله ممكن يختفي في دقايق بس،
عشان كده التكنولوجيا ساعات بتحسسك إنك عايش في المستقبل فعلا. ايده في رص البلاط ده أدق من آلات كتير معمولة للشغل ده. النوع ده من المهارة مفيش تكنولوجيا تقدر تستبدله. لما مهارتك في حتف الطوب توصل للمستوى ده، السلالم بالنسبة لك هتبقى ملهاش لازمة. بصراحة مش شايف إنها فكرة ذكية وهتخليك تزعل على ظهرك جامد. الغريب إنك أول ما تشوف اللقطة تفتكر الموضوع سهل، لحد ما تتخيل نفسك مكانهم لمدة دقيقة واحدة بس. الآلة دي مش هيبقى ليها أي لازمة لو مش عامل محترف اللي بيستخدمها. بصراحة الدقة هنا في مستوى تاني، لأن أصعب جزء إن كل لوح يطلع مطابق للي قبله بنسبة 100%. يا سلام لو أنت محترف في شغل بيحتاج مجهود بدني زي ده، صدقني هترتاح. من كتر البساطة والذكاء هتحس إن الخرسانة بتتحول لبلاط شكله جامد. مهما التكنولوجيا اتقدمت، لسه في أماكن محتاجة شجاعة وإيد تعرف تشتغل وسط السما. الفيديو ده بيثبت إن في حاجات كتير قوي هتتعمل بسهولة لو شغلنا دماغنا. ده بقى لما تدي الدونت لخبازه. تكنولوجيا وده واحد رمى نص الخص ملناش دعوة بيه. ما شاء الله الراجل بيقسم حجر صلب بالدقة دي، وانا ساعات ما بعرفش اقسم السندوتش بالتساوي. الراجل ده استخدم 101% من عقله. الخبرة الحقيقية انك ما تحتاجش تفكر كتير، عينك تشوف وايدك تنفذ على طول. علشان توصل لمرحلة التقطيع دي من غير ما تبص، لازم تكون شايف بإيدك أكتر من عينك. الراجل ده إيده سبقت الأرقام بكتير، والرقم القياسي مجرد حاجة بتحاول تلحقه. أنا أدركت إن لما الشغل بيبقى جماعي، السرعة بتتحول لوضع مختلف خالص. أنا لما شفت المنظر خفت، ما بالك بقى وهم على الارتفاع ده كله. الحلاق ده مجرم بمعنى الكلمة، بيقص الشعر الهايش كله من غير ما يجي جنب ولا شعرية تانية. الراجل ده ما بيعترفش بحاجة اسمها قانون الجاذبية. لو حد قال لي ان الكمية دي كلها كانت على حيوان واحد من دقيقة، غالبا ما كنتش هصدقه. تحس العجينة عارفة نفسها هتبقى ايه قبل ما يلمسها. الفرق بين المحترف واي حد تاني
إن المحترف بيشوف النتيجة قبل ما تبقى موجودة أصلا. سيبك من المتعة اللي الراجل ده شغال بيها، حرفيا رجع الإزاز جديد لانج. اللي يشوف اللقطة دي هيحس إن الاتنين شغالين بعقل واحد، بيقوموا بنفس المهام في نفس التوقيت. الراجل ده عنده قدرة غريبة، ايد بتشتغل في حاجة وايد تانية في حاجة مختلفة، والإيقاع ثابت كأنها حركة واحدة. شد ساعة واحدة في الشغل هتنجز لك نص اليوم. وبالسرعة دي الزبون عبال ما يخلص دفع مش هيستوعب ان الطلب بقى جاهز. واضح ان الناس دي واخدة موضوع الوجبات السريعة بشكل شخصي شوية. العامل ده حرفيا ما بيسيبش مكان للهوا يعدي جوه العربية. السواق ده اكيد متخرج من هندسة قسم مساحة. وده المعنى الحرفي الواحد شايل الشغل على كتافه. انا شايف ايده بتتحرك اسرع من عيني، لدرجة ان محتاج اعيد اللقطة علشان اعرف هو زرع كام واحدة اصلا. انا كنت فاكر الكوتش كده جيز خلاص، طلع في حد قاعد يرسم الخط بايده على كل فردة. التفاصيل الصغيرة دي هي اللي بتفرق. انت متخيل ان كل صندوق من دول لازم يتقفل بنفس الدقة؟ مفيش شك انه فضل يتعلم سنين لحد ما بقت ايده عارفة هي رايحة فين. لما سرعة المكنة تقابل خبرة الانسان، النتيجة بتبقى شراكة مثالية صعب تغلط. الراجل ده قلبه حديد. انا عارف واحدة بترمي البطاطس في الطاسة وتجري على باب الشقة. معنى كلمة احتراف مش بس انك تكون سريع في الشغل، لان السرعة لوحدها مش كفاية، واوقات الدقة بتكون اهم. من بعيد هتفتكر ان الشغل عشوائي، لكن اول ما تركز هتكتشف ان التلاتة لازم يشتغلوا ايد واحدة. أكيد الناس دي كانت شغالة في السيرك قبل ما يشتغلوا في الدهانات. طريقة الراجل ده وهو شغال تخليك تحس إنه روبوت. وده ماشي بمبدأ الجيش قالك اتصرف. أنا مش مبهور من سرعة الدق، أنا مبهور إن مفيش ضربة واحدة جلت منه. الطماطم دي لو بتتعمل صلصة وهي بالمنظر ده يبقى مش هشتري صلصة تاني في حياتي. الخبرة الحقيقية مش إنك تشتغل بسرعة، الخبرة إنك تفضل بنفس الدقة مهما كررت نفس الحركة مئات المرات. تخيل إن آلاف الطوب اللي وراه ده لازم يطلع بنفس الشكل والمقاس، ومع ذلك بيعمله أكنه أسهل حاجة في الدنيا بالنسبة له. من كتر الاهتمام بالتفاصيل، النتيجة دي هتحسسك إن العمال عملوا للشجر نيو لوك جديد. كل العلامات اللي على السفينة دي بتبقى مهمة، لكن مش أي حد يعرف يشتغل الشغلانة دي. لو الشغل بتاعك فيه حمولة عالية، ريح نفسك وقلبه مرجحة.
ركز على التفاهم اللي بينهم وهتعرف ان ايد لوحدها ما بتسقفش. للحظة كده فكرت وبقيت عايز اعرف هما بيعملوا ايه. تخيل ان يومه كله تقريبا عبارة عن رفع ونقل ورص بالطريقة دي. حقيقي وجع لي قلبي والله، وما نقدرش نعمل حاجة غير ان احنا ندعي له ربنا يديله الصحة. الراجل ده شغل دماغه قبل ما يشغل ايده، واستغل الموتوسيكل علشان يخلي تنظيف الذرة اسهل واسرع. مهارات زي دي مش هتكسبها الا بالخبرة، عمر الكتب ما هتعلمها لك. على كده الدور الاخير بينقل العفش بطيارة بقى. وادي كمان واحد كان شغال في السيرك وعمل كارير شيفت. اهو ده بقى الوحيد اللي عمره ما هيتخض من كتر الزحمة، كده كده هيخلص كله في ثواني. ما شفتش في حياتي فرخة بتتشفى بالطريقة دي ولا بالسرعة دي. اللي قدامنا ده مش مشهد في فيلم، دي عملية الصيانة لتوربين الهواء اللي بتحصل على بعد أكتر من 100 متر فوق الأرض. لو الأطباق اللي عندنا كان زمانها كلها مقسومة نصين. حرفيا الراجل ده ايده مسطرة. الله يكون في عون كل الناس اللي بتشقى بالمنظر ده. اهو الشغل ده لو اللي عامله محار من عندنا كان زمان السقف كله نزل مع الخشب. الناس دي ماشية عادي كده ازاي؟ انا لو مكانهم هتحرك الخطوة في ساعة. اكيد الراجل ده لعب كرة سلة. انا مش متخيل انت لو اتزحلقت ايه اللي ممكن يحصل. لو وصلت لحد هنا يبقى الفيديو عجبك، واكيد لو عجبك مش هتبخل عليا بلايك واشتراك في القناة. نتقابل الفيديو الجاي ان شاء الله. رب الخير لا يأتي الا بالخير. سلام.